على أراضيهم. إسرائيل تستهدف أمن مصر القومي، تعبث في جنوب السودان، تعبث في العراق، تعبث في كل مكان من أجل اختراق الأمن القومي المصري. وده اللي خلانا عايزين نبقى احنا ايد واحدة، عايزين نبقى ايد واحدة في مواجهة محاولات زعزعة الأمن القومي المصري. لأن الأمن القومي المصري ده ما هوش ملك للحكام أو للحكومة، ده أمننا احنا كمواطنين مصريين. وأول حاجة بنحافظ بيها على الأمن القومي المصري هي الوحدة الوطنية، هي تماسكنا، هي محبتنا، هي وحدتنا. ده اللي نقدر نواجه بيه أي محاولة للمساس بمصر وأمن مصر القومي. نستطيع يا إخواني لا أشفوني هناك بقى، أشفوني مطرية كفاية، المطرية كفاية. لا هو بس المطرية ورامي هيقعوا في بعض بقى. لا يا عاطف، يا عاطف ورامي كمان يفارق. نستطيع يا اخواني نستطيع يا اخواني ان نقف ونعلن وبأعلى صوت أن القدس عربية، وأن القدس مقدسة للمسلمين والمسيحيين، وأن اغتصاب إسرائيل للقدس الشرقية هو الذي خلق الإرهاب والتطرف والذي يهدد السلام العالمي. القدس لكل الأديان. نستطيع أن نعلن بأعلى صوت أن الإرهاب، كل الإرهاب، هو ما تمارسه إسرائيل بقتلها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وبما تمارسه من أعمال وحشية ضد المدنيين العزل. يا إخواني، برنامج الوفد كبير ويشمل حلولا لكل ما تعانيه. لا وماله، لا ما هو رامي يعمل أي حاجة النهارده، رامي يعمل أي حاجة. بنحبك يا رامي، صح، بنحبك يا رامي. ما هو العريس بتاعنا النهارده رامي، العريس رامي لكح النهارده. برنامج الوفد كبير ويشمل حلولا لكل ما نعانيه من مشاكل، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن أود أن أؤكد عليكم اليوم أن ما طرحته من رؤى وأفكار في برنامج الوفد لا تعني وعد بخدمات ضعيفة ومكاسب محدودة، ولكنها خطوات حقيقية لعلاج مشاكلنا، خطوات حقيقية ودائمة لعلاج مشاكل مزمنة ومتوطنة. نعم، لن نتخلى عن باحث عن فرصة عمل، ولكن عمل الوفد وهدفه أن يكون ابن شبرا مؤهل حتى يبحث عنه العمل وليس العكس. برنامج الوفد وأفكاره تبحث عن تنمية المجتمع بقدراته الخاصة ومؤهلاته حتى تكون فرصة العمل متاحة بعيدا عن البحث والواسطة والمحسوبية. برنامج الوفد لا يقوم على التجريب في شعب مصر، ولكن يقدم لشعب مصر ما يليق بهم وبمجتمعهم. يا أبناء شبرا،
عايزين الحب ده يوم الحد ان شاء الله، عايزين السخونيه دي يوم الحد. يا ابناء شبرا، في مثل مصري جميل بالغ الدلاله، بيقول ان احنا في الهم بنتلم. المثل ده بيعبر عن اللي احنا بنعانيه دلوقتي، بنعانيه في اوقات الازمات. احنا النهارده في الوفد بنقف معكم لكي نقدم لكم جهدا وسعيا حقيقيا لتحويل ما هو اسوأ الى ما هو افضل. نبحث عن اللمة للبناء والمشاركة في الحلول وليس في الهموم. نبحث عن دعمكم لجمع الشمل من اجل علاج مشاكل المصريين جميعا، من اجل تفادي صور ومآسي عمرانية. ليس المطلوب فقط قانون البناء الموحد لدور العبادة، ولكن المطلوب حساب سياسي دقيق وحاسم يوم الأحد القادم لكل من تجاهل مشاكلنا. المطلوب سلطة وعاطف الأشبوني كام في المية؟ 100 برضه. وطارق سباق، فين طارق سباق؟ وطارق سباق هنا ولا مش؟ طيب، أصل طارق سباق ده نائب يعني جميل. المطلوب